السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. وصفة اليوم إن شاء الله غادي تكون حرشة مالحة ساهلة سريعة وكتجي لذيذة بزاف. بالنسبة للمكونات عندي 400 غرام ديال السميدة رقيقة اللي تكون خاصة بالحرشة. عندنا نص كاس ديال الزيت يكون مخلط ما بين زيت الزيتون وزيت نباتية. عندنا الحليب اللي كيكون على حساب الخليط، انما راه كتهز واحد 400 ملي، اكثر بشويه او لا اقل بشويه على حساب التشرب ديال السميده. عندنا الملح اللي غنستعملوه يعني بكميه زايده، معلقه صغيره تكون عامره لان الحرشه خصها تكون مالحه. شويه ديال الابزار. عندي هنا الزعتر اللي يكون هكا مطحون او لا كتسخنوه وكتحكوه هكا ما بين يديكم. خماره بيضه. غادي ندوزو نبداو في الطريقه. غادي نخلطوا النواشف كاملين مع بعض، السميده، الزعتر، الملح، الابزار، الخماره، ونخلطوا هاد العناصر كامله مزيان. من بعد غادي نزيد الزيت ونحاولوا نبسبسوا هاد السميده بهاد الزيت مزيان، نلبسوا الحبيبات ديال السميده كاملين بهاد الزيت. نزيدوا الحبه ديال البيض ونخلطوا غير بالفوي هكا حتى تدخل لينا البيضه فهاديك الحرشه. هاد البيضه راه مهمه البنات، كتعطي واحد القوام زوين للحرشه وما كتخليهاش تجي مفته. صافي كنبقاو نضيفوا الحليب شويه بشويه حتى كنحصلوا على قوام الحرشه المناسب، ما كتكونش جاريه بزاف وما كتكونش هذيك الحرشه اللي كتكون هكا ناشفه. نبقاو نزيدوا الحليب بشويه بشويه ونخلطوا بالفوي حتى نحصلوا على هذا القوام هذا كيف ما غتلاحظوا معايا. هذا هو القوام المطلوب كيف ما كتلاحظوا معايا. الخليط ما يكونش جاري بزاف وما يكونش هكا مشرب بالسميده بزاف او لا عاقد بزاف. غادي ناخذوا المول العجيب اللي دهنته من قبل بالزبده ورشيته بالدقيق كيف ما كتلاحظوا معايا، هذا اللي فيه هذه الحفيره. غادي نخوي الخليط في المول وندخلوا الحرشه ديالنا للفران اللي سخون من قبل من التحت ومن الفوق على 180 درجه. نخليوها طيب على خاطرها هكا. وبالنسبه للفرن الغاز تكون النار اللي متوسطه والفران سخون من قبل. نخليوها حتى طيب وتبان لنا تحمرات ونخرجوها وندوزو باش نوجدوا الحشوه. الحرشه بعد ما طابت هكا كنقلبوها بكل سهوله في هكا في شي طاوه اللي غادي نرجعوها مازال للفران، ما نديروهاش في طبق التقديم دابا. هنا راه مازال سخونه. بالنسبه للحشوه اللي غادي ندير، عندي هنا الصلصه ديال الطماطم اللي منسمه بزيت الزيتون وبالزعتر. غادي نعمر هذيك الحفيره كامله وكتبقى الحشوه البنات حسب الاختيار ديالكم. هنا غنديروا حشوه بحال ديال البيتزا كتجي بها لذيذه لذيذه بزاف. نزيد شويه ديال جبن الموتزاريلا فوق صلصه الطماطم. نزيد شويه ديال الفلفله هكا، قطعت فلفله حمراء وخضراء طريفات صغار وشحرتهم مع شويه ديال زيت الزيتون، شويه الملح والابزار، وكذلك واحد شويه ديال الزعتر هكا كنحطوهم من الفوق. انا غادي ندير الطون، بامكانكم تستعملوا اللي بغيتوا البنات بالطون، راه كتجي لذيذه بزاف. بغيتوا ديروا الكفته طريفات ديال الدجاج هكا مشحرين كتشحروهم بشويه ديال التوابل وكديروهم حتى هما كيجيو زوينين. والطون راه كيجي فيها خطير بزاف. غادي نستعملوا واحد الكميه من الطون على حسب الرغبه. غنزيد شويه ديال الشاركوتري، اي نوع عندكم، فيمي ولا العاديه، كتكون مقطعه رقيق حتى هي كتعطي واحد المذاق زوين لهاد الحرشه. شويه ديال الزيتون خضر مقطع. وكنزيدو في اخر مرحله الجبن. الا عندكم البنات الجبن الاحمر استعملوه حتى هو كيجي لذيذ بزاف. انا ما متوفرش عندي، استعملت اللي متوفر عندي هو الموتزاريل.
وكندير من الفوق واحد الرشه ديال الزعتر كتعطي نكهه زوينه فوق الجبن، ونزينو بالزيتون الاسود. وكندخل الحرشه ديالي الفران اللي مازال سخون باش يذوب هذاك الجبن. غير كيذوب ليا هذاك الجبن وهاد العناصر يعني بحال كيتلقوا في بعضياتهم صافي، وكنخرجها من الفران لان راه كل شيء طيب. ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي. كيكون هذا هو الشكل النهائي للحرشه ديالنا، كتجي هكا محمره وبهاد الحشوه البنات راها كتجي لذيذه لذيذه بزاف. العشاق الحرشه راه غادي تعجبكم بزاف بزاف، ما كتجيش ناشفه وكتجي معلكه من الداخل. انا غادي نقطع واحد المورصو ونوريكم كيفاش كيجي الشكل ديالها. الحرشه ديالنا من الداخل كتجي زوينه بزاف لذيذه معلكه، ما كتجيش ناشفه. وهذيك البيضه ضروري البنات تستعملوها، راها كتعطي واحد القوام زوين للحرشه وكتجمعوا لينا، يعني ما كتخليش الحرشه هكا كتجي كتفتت. نتمنى انكم تجربوها ان شاء الله. وهذا هو الطريف ديال الحرشه عن قرب. لاحظوا كيفاش كيجي، راها كتجي لذيذه لذيذه بزاف، خصوصا بهذه النكهه ديال البيتزا. محبين الحرشه راه غتعجبكم بزاف، خصوصا الحرشه المالحه غتعجبكم بزاف بزاف. نتمنى ان الفيديو يعجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.